السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Donc déjà avant de commencer la vidéo حبيت نقول لكم هاد la vidéo fait partie de notre quotidien. Donc إذا زعما رحتوا لوبيتال وصبتوا سواء ليكيب مقلقين ولا اعذروهم باسكو هما تاني ما جابهمش الخير وما راهمش في الخير. هادي بوغ ان ديبار. هاد la vidéo درتها après avoir pleuré على هاد لو باسون باسكو c'était un patient sortant. تما كان خارج للدار تو دانكو قلبو حبس اون صافي ميم با واش صرا باش قلبو حبس يعني كالاجل والمرض شهد قبل ما يموت كي نوزا في بلوغي كاع بكينا انه ربي يثبتو على الشهاده والحق انه كان خارج للدار ودارهم كانوا مواجدين روحهم باش يستقبلوه في الدار موجدين داريتو وصابوا روحهم راح يستقبلوا ميت في الدار. دونك سكي في هاد الفيديو بعد تاثر كبير درتها باسكو غادني المريض غادوني الاهل تاعو وغادني كيفاش صبت روحي ابري افوار بلوري بعد ما بكيت ومسحت دموعي جيتي اوبليجي انني نبريباريه وندير الكوراج نبعت المريض للمورغ. هاد لا بارتي اللي تكون اصعب جزء في الخدمه ديالنا. في حادثة صادمة وغير مسبوقة اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد انتشار مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يظهر فيه مشهد لممرضة داخل أحد المستشفيات الجزائرية رفقة شخص متوفى في تجاوز صارخ لحرمة الأموات ولأخلاقيات مهنة التمريض. هذا السلوك المستهجن أثار موجة غضب عارمة لدى المواطنين الذين اعتبروا أن ما حدث يمس بسمعة قطاع الصحة ويضرب القيم الإنسانية عرض الحائط. كما أبدى الكثيرون استياءهم من استغلال مكان يفترض أن يكون مخصصا للعلاج والرعاية ليحول إلى مادة للتشهير والبوز على منصات التواصل. وطالب ناشطون على نطاق واسع بفتح تحقيق عاجل في القضية مع ضرورة معاقبة المتورطين بأشد العقوبات القانونية والمهنية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى صورة المستشفيات الجزائرية. ويؤكد مراقبون أن الحادثة تعكس الحاجة إلى تجديد الرقابة داخل المؤسسات الصحية إلى جانب تكوين وتوعية الأطر الطبية وشبه الطبية بأهمية احترام كرامة المرضى والأموات على حد سواء التزاما بالقيم الإنسانية وأدبية المهنة. تبقى الأسئلة مفتوحة: ما هي العقوبات الرادعة الكفيلة بمنع مثل هذه الممارسات مستقبلا؟ وهل يكفي القانون وحده أم أن الأمر يحتاج إلى إصلاحات أعمق في المنظومة الصحية والثقافية؟